أما النيابة العامة فهي مهدية وهدت، أقامت سنن العدل وأماتت بدع الظلم فما أمهلت، ما ضلت ولا في يوم ضلت، أنارت دروب الحق وهدمت أصنام الغر، مضت في سبيل الحق فما سبقت، وأصرت على إعلاء الإنصاف وما رجعت، رضيت الخلائق وام سخطت، رجالها منارة الغوث وسحائب الغيث، ما غفلوا عن باطل ولا مبطلين، ولا سكتوا عن ظلم أو حق مظلومين. النيابة العامة هي قوس الحق وكنانته وسهمه، هي جنات العدل وشجره وثمره، هي صنوان الإنصاف وبناه وركنه، هي كتاب العفة وسطوره ومتنه. وقد جئنا اليوم إلى معلمينا ومنصفينا قضاة مصر، فهم زمام الأمور ونظام الحقوق وقوامي الحدود، وهم حمى الله في بلاده وظله الممدود على عباده، بهم ينتصر المظلومون وينقبع بهم الظالمون ويأمن الخائفون. فيا أهل الحق، قد وجب علينا القصاص لنحق، وآن لساعات العدل أن تشرق وتدق. واحات عدلكم هي دليلنا في كتب صحراء الإثم، فلا نرى لهؤلاء إلا القصاص حتى وإن أردنا أن نعفو أو نرق، فهما شقيان كرمهما الله كباقي خلقه أحرارا، فقدما للشيطان فروض الإذعان والرق. فاعدموهما بحق كل قطرة دم روت أرض هذا الوطن من دماء الأبرياء، وبحق كل دمعة سكبها الأيتام فيها على الآباء، وبحق كل جرح في صدور الأمهات على الأبناء. أستحلفكم أن تطهرونا من هذا البلاء، وأن تحمونا من دنس الخونة العملاء، وأن تجتثوا منا كل صانع للبغاء، فبلادنا براء من هذا الانهيار الأخلاقي، فحري بنا ونحن نمثل هذا المجتمع المصري أن نناشدكم القصاص، فبقدر ما اقترفاه من بغاء بقدر ما يجب أن يلقياه من سخاء في الجزاء. وآخر حديثي دائما في موضعي هذا قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شكرا سيد الرئيس.